وزي المتوقع ريال مدريد بيفوز على الاهلي 4-1 عشان يصعد للنهائي لملاقاة الهلال في نهائي كاس العالم للانديه. الشوط الاول في الماتش كان بادئ متوازن، يعني حرفيا كان ريال مثلا ماسك كوره، كان رايح كور كتير. بس الشوط الاول الاهلي كان عامل ماتش حلو جدا، كان عامل ماتش كويس جدا، كان ند بالند للريال. زي ما الريال ضيع هو برضه ضيع لحد غلطه محمود متولي اللي ادت ليه الجون الاول لريال مدريد. اللي بعديها لعيبه الاهلي حرفيا وقعت جامد. وجت اول بدايه الشوط التاني انت عايز تجيب التعادل، لقيتهم هم بيجيبوا التاني، وده للاسف حاجه كسرتك اكتر فاكتر، فبوظت الدنيا اكتر فاكتر معاك. انت عايز تجيب التعادل، لقيت لا هم اللي بيجيبوا التاني، فالدنيا بصت عندك اكتر واكتر. ده رجع الدنيا للماتش تاني ورجع الاهلي الماتش تاني. هو ان احنا جينا بعديها جبنا جون بتاع علي معلول بتاع ضربه جزاء. واللي رجع كمان اكتر واكتر الماتش ان انت بعد ما خلاص انت المفروض عايز تجيب، لقيت ريال مدريد بتحسب ضربه جزاء ومودريتش بيضيعها والشناوي بتألق. وبعديها التالت في الرابع، ما حدش حس تقريبا بالتالت والرابع دول في اقل من 5 دقايق. تالت في رابع في دقيقتين 3، تالت في رابع على طول. فالماتش لو ما كانش خلص ال4-1 وما كانش خلص السكور ده، كان الماتش هيبقى عادي، وكان الاهلي هيبقى عمل ماتش حياته وماتش تاريخه. هو اللي بوظ الماتش للاهلي، او اللي بوظ الماتش من ناحيه الاهلي، يعني اللي خلى النتيجه كده او كده، ان هو اللعيبه ما كانتش مصدقه ان هي بتلعب ريال مدريد. وده كان بان جدا في اللمسه الاخيره بالذات. الشحات راح بجور كتير، وعلى فكره الشحات احسن لاعب في الماتش بلا منازع من ريال مدريد. وحوار تبديله الشحات دي تبديله كارثيه حرفيا من كولر، انه يبدل احسن لاعب في الفرقه كلها، الوحيد اللي بيعدي 1-على-1، الوحيد اللي في الجبهه بتاعته اللي بيقدر يصنع الفريق فعلا، اللي بيعدي 1-1 على كامافينجا وبيقدر يروح كتير جدا. والشحات كان احسن لاعب في الشوطين لحد ما طلع، وتبديلته حرفيا كارثيه من كولر. بس اللعيبه بتاعت الاهلي نفسها ما كانتش مصدقه ان هي بتلعب ريال مدريد، وده كان باين في اللمسه الاخيره جدا، وبس في الميس باص كتير جدا. جه همك قفشه بيضيع كوره في السته، وجه برضو شريف برضو بيضيع كوره شبه انفراد. فانا مش فاهم لحد امتى الصراحه حوار تضييع الكور ده. بس انت كان هيتقال ان انت قدمت ماتش كويس جدا وماتش ند بالند لو كان الماتش ده خلص 2-1 مثلا، او 3-2 مثلا، لو كانت الدنيا قريبه 2-1 3-2. لو ما كنتش انت جبت والماتش خلص على 2-1 وده وضيعت ضربه جزاء زي ما هي مثلا بتاعت مودريتش، كان الماتش هيبقى ند بالند. بس اللي خلى الماتش يفلت منك ان التالت في الرابع على طول، فبوظ الماتش جدا. فالسكور ده بوظ الماتش جدا بالنسبه للاهلي جدا، سكور بوظ الماتش جدا. الحلاوه كلها ان انت الشوط الاول والشوط التاني، بس الشوط الاول بالذات انت كنت بادئ كويس جدا. هم راحوا بجوان بس انت برضو رحت، زي ما رودريجو ضيع الشحات ضيع، وانت زي ما هم راحوا انت برضو رحت. وانت كنت بتلعب الكوره كويس جدا، كنت بتلعب الكوره كويس جدا 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 كمان من الضغط بتاع ريال مدريد، وتقدر تطلع بالكوره، وكنت بتقدر تطلع بالكوره وتوصل لنص ملعبهم كمان. وان على الناحيه التانية لما كنت بتقدر بتيجي تدافع مثلا بتضغط على ريال مدريد، كنت بتقدر تضغط ضغط مبكر جدا لحد حتى لونين، كنت بتقدر تضغط لحد لونين حتى، وبتضغط على الباكات بتاعتهم، بتضغط على قلوب الدفاع بتاعتهم، تضغط. والضغط بيبقى شرس بخمس وست لعيبه، وبالذات الشوط التاني بتضغط وخمس ست لعيبه عشان تقدر تعوض. وفي كوره في هجمه تقريبا اتقطعت من ريال مدريد، انت ضغطت بخمس او ست لعيبه نص ملعب. بس المشكله ان انت لو اتضغطت وقدروا هم كريال مدريد يطلع بالكوره من مودريتش او كده، خلاص انت اتضربت كله، خمسه او ست لعيبه اتفضوا وقدروا ان هم يوصلوا بهجمه يعني تبقى خطيره هم بزياده عدديه عنك. بس انت الضغط ده لما كان بيتعمل صح، ضغط المبكر على قلوب الدفاع او الباكات او حتى الحارس لما كان بيتعمل صح، انت كنت بتعمل هاي بريس جامد جدا. لما كان بيتعمل صح كنت بتقدر تاخد الكوره. بس لما كان بيتعمل غلط من اي كسلان من اي حد من لعيبه ريال مدريد، فكان لا، كانوا بيضربوا الكوره عادي، وكانوا بيضربوك خط نص ملعبك كله كان بيتضرب ويوصل ليه، هم يوصلوا ان هم مثلا 4-3 عليك او هكذا، بيبقوا زيادة عددية عليك. حاجة كمان انت اللي كان يطلع احمد قادر وينزل طاهر، ما يطلعش حد خالص، طلعتش حد فعلا وحش خالص من كولر. اللي كان يطلع احمد قادر وينزل طاهر زي ما هو، او ينزل بيرسي، بس ما كانش يطلع خالص الشحات، كانش يطلع خالص الشحات. عموما الماتش انت لعبت ماتش كويس، حتى بالذات الشوط الاول كان دفاعيا حلو، بتطلع بالكوره حلو، بتضغط حلو بالاربع خمس لعيبه على دفاعات ريال مدريد. كنت عامل فعلا شوط مثالي الشوط الاول لحد غلطه متولي اللي ملهاش اي لازمه، وقدر ان هم يجيب منهم الجون الاول اللي فتح وخلى اللعيبه ثقتها في نفسها تنزل جامد. فانت كنت عامل شوط اول خرافي حرفيا مثالي وبرفكت بدرجه كبيره. جه الشوط التاني انت عايز تعوض اللي هزمك اكتر ووقع معنوياتك اكتر ونفسيا وقعت اكتر، ان هم جابوا التاني بدل ما انت تتعادل. انت قدرت ترجع بالجون الاول بتاع معلول، بس الدنيا باظت منك اكتر فاكتر. بس لا، هي اللعيبه فعلا زي ما قلت لكم ملخص الحوار كله ان انت اللعيبه مش مصدقين انها بتلعب ضد ريال مدريد،
وده كان باين جدا 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 في مرات كتير. انت الشوط الاول رحت بكذا كوره كان ممكن تخلصها، كورتين تقريبا، كوره من الشحات وكوره للشريف، باص بس من هاني سهل، او باص بس من الشحات سهل، دي كانت هتبقى سهله. رحت الشوط التاني كمان من قفشه وكوره في الستة ضيعها. فانت رحت من ناحيه، رحت شوط اون تارجت حتى قريب من بعض. رحت بكور، رحت بتلعب ضد ريال مدريد برضو. من اخر ملخص الحوار كله، كان لينا الشرف اصلا ان احنا نلعب ضد ريال مدريد، والشرف ان انت لعبت جيم زي ده قدام ريال مدريد. كولر كان فعلا مقسم الماتش وعامل ماتش خرافي، بتطلع بالكوره وبساط، وبتقدر تطلع بالكوره من الضغط العالي بتاع ريال مدريد، وبتطلع بالكوره بسهوله، وبتقدر تضربهم كمان. بس على العموم انت خسرت، وهي اللي بوظ الدنيا كلها هي الخسارة الكبيرة الأربعة. بس الماتش لو كان خلص 2 أو 3-2 أو 3-1 كانت هتبقى قريبة منها فيها. بس الأربعة هي فعلا بوظت الماتش، وبوظت يعني الدنيا كلها، ومش هتبين لا ان انت ما عملتش ماتش، بالعكس مع انك عملت ماتش، بس الأربعة دي اللي بوظت الدنيا، أو النتيجة هي اللي بوظت الدنيا. بس المهم ان ريال مدريد هو اللي صعد على حساب الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية. الشيء اللي كان متوقع هو اللي حصل. شابوه لعيبه الاهلي كلها عموما، وبالذات الشحات، شابوه شابوه شابوه. شكرا ليكم، مجرد المحاوله، كان لنا شرف ان احنا حاولنا قدام بطل اوروبا. ان شاء الله ناخد البرونزيه والمركز الثالث للمره الثالثه على التوالي، يعني الماتش هيبقى صعب قدام فلامينجو، بس هنحاول ولنا شرف المحاوله قدام ريال مدريد. وبس يكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. متنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.